لا يلزم أن يكون العقد مسمى له اسم محدد أو عنوان محدد وفقا لأطرافه أو نمط منصوص عليه بنصوص القانون ليكون صحيحا وجائزا، بل يجوز العقد ويصح ولو كان غير مسمى، أي ولو كان القانون لا ينظمه بين العقود التي يتناولها التشريع. فكل اتفاق جائز وصحيح سواء كان القانون قد نظمه أم لم ينظمه، ما دام هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام أو الآداب، وذلك وفقا لمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد. كما أن تسمية مؤلفات الفقه لعقد ما لا تجعل العقد مسمى، فهو لا يعتبر كذلك إلا إذا كان الشارع يضع نصوصا لتنظيمه، وهذه النصوص ستتضمن بطبيعة الحال إطلاق اسم عليه، ولا يكاد يوجد فرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى في نظامه القانوني، وإن كانت العقود المسماة تحكمها منذ البداية النصوص الخاصة بها، ولا يطبق عليها القواعد العامة إلا إذا لم يكن هناك حكم خاص في هذه النصوص، في حين أن العقود غير المسماة محكومة أساسا بالقواعد العامة للعقود التي تتسع للتكييف وتحديد الوصف القانوني للعقد ابتداء. ومن هنا تظهر أهمية تحديد الوصف القانوني للعقد أي تكييفه، من كونها مسألة أساسية وضرورية لتحديد ما إذا كان العقد مسمى قد أسمى القانون شرائطه وظروفه القانونية وفق نصوص محددة، أم كان عقدا غير مسمى لم يسمه القانون بوضع معين من النصوص. وتكمن الأهمية لعملية التكييف هذه في تعيين القواعد واجبة التطبيق عليه حال عرضه على القضاء أو النزاع بشأنه كعقد ما في خصومة معروضة على القضاء. والتكييف يجري ويتم على أساس تحري المقاصد العملية لأطراف العقد ومطابقة هذه المقاصد على النظام القانوني للعقود المعروفة، ليحدد الوصف القانوني للاتفاق. ولا أهمية للتسميات التي يطلقها أطراف العقد عليه إذا كانت معارضة لحقيقة هذا العقد.